السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم حنشارك معكم وصفه ولا صابلي تاع ديليس الليمون المنعش. درته لكم مقادير مضبوطه تخرج لكم اكثر من 30 حبه، وحنشارك معكم غاناج بذوق الليمون اللي راح يبقى حاكم روحه لاطول مده ممكنه. وقبل ما نبداو بالوصفه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد، وكالعاده لازم نقسم معكم الحبه باش تتاكدوا من مصداقيه الوصفه. الوصفه تاع الصابلي هذا راح تكون هشيشه يدوب معكم في الفم كيما راكم تشوفوا فيه. ونبداو بالوصفه ونقولوا بسم الله. اول حاجه راح نبداو بعجينه الصابلي. درت فيها 250 غرام مارغرين تكون طريه بحراره الغرفه، ضفت عليها نص كاس سكر ناعم واكيد يكون مغربل مع ملعقه كبيره تاع لافاني. حنخلط المكونات مليح بالباتور حتى يمتزجوا، كما تقدروا تخلطوا حتى بالفوي ولا بيديكم. ضفت عليه ملعقه كبيره تاع زيت. الزيت راح يخلي الصابلي تاعكم يكون هشيش. ومن بعد نرجع نخلط في كل مره، كل ما نضيف مكون نخلطه مليح. بعدها ضفت حبه بيضه كامله مع حبه صفار، نرجع نخلط مليح كما قلت لكم باش ينجح معكم الصابلي. ما يجيكمش هذاك الصابلي اللي يجي معجن من فوق مفتت، يعني طبقه ليس. لازم كل ما تضيفوا نواشف تغربلوهم، وكل ما تضيفوا مكون تريحوه مليح. كملت خلط، زدت له العروم تاع القارص، عطر وملون تاع القارص مع نص كاس تاع نشا. في الفيديو هذا درت لكم كميه كبيره شوي، 250 غرام، خرجت لي تقريبا 36 ولا 37 حب. وفي صندوق الوصف راح نكتب لكم مقادير تاع 125 غرام هكا باه تقدروا تجربوه. وهنا راح نبدا نضيف النواشف. عندي كيس خميره الحلويات وزن 10 غرام، وراح نبدا نضيف الفرينه بالتدريج. الفرينه ما نقدرش نعطيكم مقدار مضبوط، لكن ابقاو ضيفوا بالعقل، ضيفوا بالملعقه ولا بالكاس حتى تتلم معكم وتكون العجينه طريه. ما تضيفوهاش على ضربه واحده. ودائما باش تعرفوا العجينه اذا تلمت ولا اذا خاصها فرينه ولا لا، جربوا بيديكم اللي ناشفه مش اليد اللي تعجنوا بها. هذا الملاحظه دائما في فيديوهات اللي نمدها لكم. المهم ابقاو زيدوا الفرينه بالتدريج حتى تلم عندكم عجينه تكون طريه ومتماسكه. عجينه الصابلي جامي نعجنوها، لموها برك بيدينا. وهاد العجينه شاركتها معكم عده مرات، لكن كنت نشاركها معكم بذوق كاكاو، وهاد المره درت لكم ذوق الفاني لانه كاين فرق بين الفاني والكاكاو. الكاكاو ديما نقول لكم بلي ما تنشفوش العجينه تاعكم، راح تيبس في الفور. تاني ما تطولش في الطياب، عكس العجينه تاع الفاني يعني ديروا لها الفرينه عادي. كل حاجه اعطوها حقها، العجينه اعطوها حقها في الفرينه واعطوها حقها في الراحه باش تعطيكم نتيجه مليحه. راح نغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها واحد 5 دقائق برك ترتاح، ونرجع نفتحها معكم. في هذا الوقت يكون الفور ديجا شاعل على 180 درجه باكي يدخل يطيب معكم الصابلي. ما يديكمش وقت كبير في الطياب، كيما ديما نقول لكم بلي الصابلي ما يطولش في الطياب. يعني اكثر وقت يقدر يديه الصابلي في الطياب هي 12 دقيقه، ربع ساعه، على حسب الفول اللي عندكم. ومن بعد راح نفتحها بالحلال بين زوج اكياس ولا بين زوج ورقات طهي كيما تحبوا. راح نفتحها بالحلال. السمك تاع العجينه يكون متوسط، ما يكون خشين ما يكون رقيق، لانه من بعد راح نديروا له الحشو يعني باه ما تجيش معنا الحبه عاليه ياسر. وهنا طبعت بهذا الطابع المدور. هذا الطابع خرج لي كما قلت لكم 36 حبه. طابع ماهوش كبير وماهوش صغير، جاي متوسط الحجم. راح نكمل كامل العجينه وندخلو يطيب في الفرن على نار متوسطه كما قلت لكم. غير نشوفوا بدا يتحمر ليه من تحت نطفي عليه. اللي تحبوا الصابلي تاعها يكون مقرمش نزيد تحل عليه من فوق باش يدي تحميره خفيفه، 2 دقائق 3 دقائق وطفي عليه. ونروحوا نحضروا كريمه الزبده للحشو. عندي فيها 250 غرام مارغرين اوبلين مع 2 مغارف كبار سكر ناعم وملعقه ما تكونش معمره مليح تاع لا شونتيي. كما تقدروا تستغنوا عليها، ديروا 3 مغارف كبار تاع سكر ناعم. وضفت عليها عطر وملون تاع الليمون. راح نخلط مكونات مليح بالباتور. واللي ما عندهاش مارغرين اوبلين تقدر تستبدلها بمارغرين عاديه، مارغرين صون ولا ماما، المهم يكون الطعم تاعها بنين. في الفيديو اللي فات درت لكم نفس الطريقه لكن كان الذوق مختلف. يعني هاد الكريمه تقدروا تحشيو بها اي نوع تاع صابلي، برك يعني ديروا نفس المقادير برك تغيروا الاذواق، خليوا نفس المقادير غيروا الاذواق. كما تقدروا تحشيو بها حتى الكيك ولا لي طرونش. المهم هذه الوصفه بنينه وناجحه 100%.
شوفوا تحبوا كريمة الزبدة تاعكم تجيكم بنينة، استعملوا مارغرين او بلين، تقدروا تطلعوها حتى وحدها. شوفوا حتى القوام تاعها يجي خفيف الله يبارك. بعد ما طلعتها مليح بالباتور راح يضاعف الحجم تاعها شوي، راح نحطها في لابوش باش تساعدني باه نحشي بها الصابلي. وهنا كنت وجدت سوبر كريم خدمتها في الدار، هذه راح نزيد نحشي بها الصابلي في النص. شوفوا سوبر كريم راح نعطيكم المقادير تاعها، لكن سوبر كريم اذا تحبوا تشريوه من برا اشريوه، يعني اذا كانت عندكم طلبيه كبيره تاع هذا النوع من صابلي من احسن تشريوه من برا، تجيكم باطه كبيره تاع 500 غرام واجده. سوبر كريم تاع القارص، انا برك عاد كميه مش كبيره ياسر خدمته في الدار. درت فيه نص كاس تاع عصير ليمون مع نص كاس ماء مع نص كاس سكر، حطهم فوق النار حتى يغلي ويذوب هذاك السكر، ومن بعد نضيف عليهم ملعقه كبيره تاع نشا مع ملون ومعطر قارص، نزيد نخلطهم مليح، ومن بعد نضيف لهم ملعقه صغيره تاع الزبده، نغطيهم بالبابي فيلم، ومن بعد نحطهم في الفريجيدير يبردوا، غطيهم مليح باه ما يديرلكمش الطبقه اليابسه اللي من فوق، وتتحصلوا على سوبر كريم منزليه بمقادير بسيطه وما تجيش مكلفه. بالنسبه كميه الكريمه دارت لي 37 حبه وقعدت لي منها، وتاني كمية سوبر كريم دارت لي 37 حبة وقعدت لي، يعني في زوج يقدروا يوصلكم حتى ل50 حبة. وكمية العجينة اللي مديتها لكم دارت لي 37 حبة، يعني حبة فوق حبة 37 حبة كاملة. وهنا بعد ما طاب الصابلي وبرد لي مليح راح نبدا نحشي فيه. درت له على الحواف كمية مليحة من كريمة الزبدة، وفي النص درت له سوبر كريم، وراح نحي الزيت كامل تاع الكريمه. لازم تعدلوا الحبه تاعكم مليح قبل ما ديروا على الكلاصاج باه يبان الشكل تاعها فيني كيما هكا. ندير كميه الزبده مليح على الاطراف، ومن بعد ندير ملعقه صغيره تاع سوبر كريم ونغلق عليها. هذا الصابلي يا البنات ولا اروع، صابلي منعش تاع الصح، يجيكم قوام خفيف طري بنين ما شاء الله. ننصحكم تجربوه، وعلى مصداقيه تنجح معكم الوصفه 100%. غنكمل نحشي الصابلي، راح ندخله الفريجيدير يبرد شويه بتحكم الكريمه روحه ويساعدني ما في الكلاصاج. وهنا عندي 250 غرام تاع شوكولا بيضاء، استعملت شوكولا تاع باتيسي. قبل ما ندوبها لازم نقطعها مليح باه تذوب لي في الساع، لانه شوكولا البيضاء كما نعرفوا بلي حساسه ياسر، كي تطول ياسر في فوق حمام مائي راح تجمد وراح تفسد، راح تحكم روحها وتفسد. هنايا بعد ما ذابت لي ضفت لها حوالي 2 مغارف كبار تاع كاوكاو محمص ومرحي. كاوكاو ديما نقولكم بلي صفيوه، ما تستعملوش رقيق، ديروا غير الخشين. ومن بعد هنايا بديت نضيف لها، انا هنايا درت غلطه، قعدت نضيف لها بشوي المنكه تاع الليمون، ومن بعد بدات تحكم روحها وفزدت لي. كنت كلاصيت ديجا حبه قبل ما نبدا نزيد لها هذاك العروم، ومن بعد كي ضفته بدات تفسد لي. بعد واش درت لها الماء اللي سخنت فوقه، هذا الشوكولا هو سخون، قعدت نصب في الماء سخون بشويه بشويه فوق الشوكولا ونخلط، صب غير بشويه ونخلط حتى ترجعوا القوام هذا. يعني نتوما ننصحكم من الاول ما تضيفوا لها حتى حاجه، اذا حبيتوا تلونوها اشريو ملون خاص بالشوكولا. وعاد اللي يبيع لوازم الحلويات قولوا له اعطينا ملون خاص بالشوكولا، وضيفوا غير كميه قليله باه ما تفسدش. كيما هكا كيما راكم تشوفوا فرق بين الحبه الاولى والثانيه. الاولى كانت بيضه شوي، والثانيه رجع اللون تاعها اصفر. انا كنت حابه نكمله في نفس التام في نفس اللون تاع القارص، بصح نورمال اي حاجه تفسد لازم تصلح. المهم باش ما ديروش غلطه تاعي، ما ديروش هذاك المنكه، ديروا ملون خاص بالشوكولا ملون اصفر. وهنا كيما راكم تشوفوا المهم كي تضيفوا هذاك الماء سخون، لازم يكون ماء سخون يغلي، خلطوا مليح مليح حتى يولي قوام تاعها خفيف. ومن بعد نبدا نكلاصي بالحبه بالحبه، ودائما صابلي ابداو كلاصيو بال5 ولا 6 حبات، ما تخرجوش كامل الصابلي تاعكم من الفريجيدير. صابلي كي يعود جامد راح يحكم روحه مليح، والشوكولا راح تجمد في السم. اما اذا كان صابلي سخون كريمه الزبده هذيك راح تمرمدكم، راح الصابلي تاعكم يتحرك، والشوكولا مش راح تجمد معكم في الساعه. هذه هي انا لازم في كل فيديو نمدلكم الاخطاء اللي نوقع فيها باه من نتوما مديروش نفس الغلطه. وهنا صاي كنت كملت، راح نخليه يبرد شويه، ومن بعد نروح نوجدوا كناج تاع ليمون. نتوما ديروا كسرونه، انا درت في صحن ومن بعد حطيته في كسرونه. ديروا فيها نص كاس تاع عصير ليمون اي ما يعادل 80 غرام، صفيوه قبل ما تحطوه. نضيف عليه سكر عادي 70 غرام اي ما يعادل نص كاس. نزيد عليه 40 غرام غلوكوز، راح يجيكم تقريبا ملعقه كبيره ونص.
كيما قلت لكم حطوه في كاسرونه ومن بعد حطوه فوق النار، خلطوه مليح، لازم يذوب هذاك السكر ويبدا يغلي معكم هذا السيرو. من جهه اخرى قطعوا شوكولا 250 غرام، استعملت على الوجدان، استعملوا شوكولا بيضاء اي نوعيه ما فين تستعملوها، انا درت بالوجدان وصراحه نجحت معايا. المهم قطعوها رقيقه باه تذوب لكم مليح. بعد ما يغلي نصبوا فوق الشوكولا ومن بعد نبدا نخلط فيها مليح مليح حتى يمتزجوا المكونات وتذوب كامل هذيك الشوكولا. ومن بعد راح نضيف عليها 50 غرام مارغرين، راح تجيكم تقريبا 2 مغارف كبار معمرين مليح، وشويه من معطر وملون الليمون. البنات هذا المقادير تاع الكاناج لازم ديروا نفسها، ما تزيدوا وما تنقصوا من عندكم، لانه هذه المقادير راهي مدروسه باه ينجح معكم. يعني المكونات اللي مديتها لكم ديروها نفسها بالجرام. اذا ما عندكم مش ميزان راني مديتها لكم، ديروا نص كاس عصير ليمون، نص كاس سكر، سكر حبيبات، ملعقه كبيره ونص تاع غلوكوز، 250 غرام شوكولا، راهي تجيكم علبه كامله، واش تاني، و2 مغارف كبار تاع زبده. هذا مكان يعني اللي ما عندهاش ميزان تقدر تستعمله. المهم بعد ما كملت خلطها مليح غطيتها بابي فيلم اون كونتاكت ومن بعد حطيتها في المجمد ليله كامله. هذا الكاناج في الاول مش راح يجي حاكم روحه مليح مليح، على بها لازم تخليوه في المجمد ليله كامله. من بعد من غدوه جبدته كما راكم تشوفوا، بديت نخلط فيه غير بالملعقه برك. وهذا الكاناج ننصحكم ما تخلطوش بالباتور، انا تاني درت غلطه في الكاناج، خلطته بالباتور حتى ولا مرخوف. كي حطيته في لابوش وبديت نبوشي فيه كان في الاول يبان حاكم روحه ومن بعد بدا يسيح لي، عاودت حطيته في الكونجيلاتور جمد مليح ومن بعد خلطته غير بالمغرف شويه ورجعته في لابوش. شوفوا كيفاش يبان باللي راهو مليح، في الاول يبان باللي راهو حاكم روحه، من بعد غير نكمل حبات يبدا يرخف روحه الكاناج يطيح. يعني نتوما من الاول كي تخرجوه من المجمد اخدموا به هو جامد، بصح ما تخلطوش بالباتور، خلطوا غير بالمغرف برك قسمه يطرى ومن بعد حطوه في لابوش. شوفوا هنايا بعد ما رجعته المجمد خليته جمد، ما خلطوش بالباتور كيما شفتوا، خلطوا غير بالمغرف برك شويه. وهنا راني نبوشي فيه، صح كان حاكم روحه مليح. هذا الكاناج في الاول يبان لكم بلي طري، من بعد غير يبدا يبرد راح يحكم لافورم تاعو، ميم كي تمسوه بيديكم ماهوش راح يلصق. دوك نوري لكم ميم تمسوه ماهوش راح يتلصق معكم وماهوش راح يطيح ماهوش راح يتو. يعني النصيحه اللي مديها لكم اخدموا به وهو بارد وما تخلطوهش بالباتور. وهذا مكان التزيين كان بالورد وبالورق الذهبي على حسب طلب الزبونه اكيد. وانا نكون وصلنا لاخر فيديو. شوفوا الكاناج كيفاش راهو محكوم، يجي حكم روحو بصح كي تمستوه يكون طري، والبنه اللي فيه ما شاء الله بنه كامله ليمون منعش تاع الصح. نتمنى هذا الفيديو نال اعجابكم، والبنات اللي يخدموا الطلبيات ننصحكم تجربوه ما راكمش راح تندموا عليه. ما تنساوش ثاني تابعوني في الانستغرام، راح نحط لكم ديما جديد فيه. اذا عجبكم هذا الفيديو خلوا لي جام، اكتبوا لي راكم في التعليقات، نقول لكم تهلاو في رواحكم، سلام.